السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة بقى الفلوج بتاعنا جميل جدا جدا في حديقة بقى ايه الازهر. ودي من اشهر الحدائق اللي موجودة في مصر القديمة. حديقة اثرية في مصر، وموجودة من زمان، من سنين السنين. حديقة جميلة جدا. بس احنا بقى اليوم اللي كنا رايحين فيه الحديقة ده في مع الرحلة يعني وكده، كان في اليوم ده الحديقة زحمة قوي قوي قوي. كان في رحلات كتيرة جدا من مدارس، فكان زحمة جدا في اليوم ده. ولكن كان يوم جميل قوي قوي. وعملت لكم بقى فلوج جميل كده في حديقة الازهر. صراحة انا اول مرة اروحها، ولكن اتبسطت جدا واستمتعت. وجميلة جدا حديقة الازهر بجد والله. وبصوا بقى، هي الباب اللي بتخش منه فيها باب تاني ممكن تنزلوا منه يعني على الحسين وخان الخليلي طبعا. في طبعا انا صراحة من الناس اللي بحب الحسين وخان الخليلي. بصوا بقى، فيها بقى اماكن للعب للاطفال، العاب يعني وكده. وفيها كمان مطاعم. ودي العربيات الكهربائية، الفرد ب20 جنيه بتركبهم، وبتلففكوا الحديقة كلها من اولها لاخرها. المكان اللي ركبتوا منه بترجعكوا فيه تاني، وتلفوا بقى حوالين الحديقة. لان بقى لو في ناس كبيرة في السن ولا حاجة، الحاجة المتعبة ان الارض بقى تحسوا انتوا بتطلعوا تنزلوا تطلعوا تنزلوا، فالركب بقى ايه، تتعب بقى الناس اللي هي الكبيرة. فاحسن حل ليهم ان هم ي... ان هم ايه، يركبوا العربية الكهربائية ديت تلففهم المكان كله، عشان خاطر ايه، الطلوع والنزول وكده. يا رب بقى تتبسطوا معايا ان شاء الله في الفلوج الجميل ده. وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتبقوا من عيلتي الجميلة. ويا رب يعجبكم الفلوجات بتاعتي اللي انا بصورها لكم. وان شاء الله اعمل لكم فلوجات تانية جميلة جدا في رحلات مختلفة ان شاء الله. استنوا كده الفلوجات اللي جاية. وزي ما بيقولوا كده، الجديد شديد ان شاء الله. وطبعا كان في يعني، كان في ناس كتيرة جدا ما شاء الله. كان في اخواتنا السودانيين كانوا موجودين في الحديقة، وكان في ناس يمنيين، كان في سعوديين. كان صراحة فيها، وفيها بقى مصر بقى، بصوا، من جميع المحافظات. لان بصراحة الحديقة دي جميلة قوي قوي يا جماعة بجد. يعني اللي ما راحهاش بجد يعني يروحها، وبلاش تفوتوا ايه الرحلة ديت، لانها جميلة قوي لحديقة الازهر يعني. انا عارفه ان انا ممكن اكون متاخره، ان انا اول مره اروحها، وفي ناس تانية راحتها كتير قبل كده. ولكن بجد هي جميله قوي، وان شاء الله تتكرر مرات تانية وكده. باذن الله تعالى. يا رب يا رب بقى يعجبكم كده الفلوج بتاعي. وعايزاكم كده اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويبقى من عيلتي الجميله. وشكرا ليكم، وبحبكم جدا جدا يا احلى متابعين في الدنيا. طبعا انا كنت بصور، اتمشيت في، يعني صراحة ما اتمشيتش في الحديقة كلها على رجلي طبعا. اتمشيت في شوية كده على رجلي بتمشى. وحسيتها ما شاء الله كبيرة يعني. فركبنا بقى العربية الكهربائية ديت، اللي هي خدت لنا جولة فيها. يعني انا دلوقتي كنت راكبة بقى العربية الكهربائية كده، وعمالة اصور لكم بقى فيها بقى على الجنب اليمين والجنب الشمال. فيا رب يعجبكم الفلوج بتاعي كده وتتبسطوا منه ان شاء الله. وما تنسوش بقى تعملوا لايك، واللي بيشوف قناتي يعني يشترك في القناة ويبقى من عيلتي الحلوة ان شاء الله. وزي ما قلت لكم حديقة الازهر، احنا لما روحنا يعني وكده فيها باب خارجي. ممكن باب يعني في الجنب التاني غير اللي احنا دخلنا منه، نروح منه على الحسين وخان الخليلي. ممكن لو انت راكبه العربيه الكهربائيه ديت تقولي للسواق بتاع العربيه الكهربائيه نزلني عند البوابه اللي انا اخرج منها اروح الحسين وخان الخليل. وده واحنا فعلا عملنا كده يعني، رحنا الحسين وخان الخليل. لان طبعا حسين وخان الخليلي ده بصوا من الاماكن اللي ما يتشبعش منها ابدا ابدا يعني.
شايفين بقى الحديقة وجمالها والخضرة اللي فيها ما شاء الله جميلة جدا وحاجة كده محتفظة بالتراث بتاعها، هم فعلا مهتمين بيها وبنظافتها. هو بس في اليوم ده كان فيه زحمة جامد قوي قوي، لكن طبعا في ايام تانية مش بيبقى فيها بقى الرحلات وكده، اعتقد ممكن بقى اللي هو بيبقى في نص الاسبوع او كده يعني، او ما يكونش مثلا في اجازة نص السنة او الاجازات يعني بتاع المدارس وكده، ما بتبقاش زحمة كده يعني. شايفين بقى الغروب وجماله، صراحة كانت في الغروب ده كانت جميلة قوي، وفي ناس كتيرة جدا كان معاها حاجات فرشة وفرشين وقاعدين في الأرض بقى، اللي بياكل واللي مريح والولاد بتلعب حواليه. بصراحة جميلة قوي، وفيها مكان مخصص يعني فيه ألعاب بقى للأطفال، ملاهي يعني للأطفال وكده، وجميلة قوي قوي. بصراحة هي كانت جميلة قوي، الرحلة ديت وممتعة جدا جدا. ده المكان اللي ركبنا منه العربية الكهربائية، بياخدك بقى زي ما قلت لك كده جولة جوه الحديقة كلها، وبينزلنا في نفس المكان. والله يا جماعة يعني الواحد فعلا بيبقى محتاج من وقت للتاني ان هو يعني يروح رحلات عشان خاطر الولاد يعني وكده، يخرجوا ويشوفوا البلد ويعرفوها. لان بجد يعني التربية دلوقتي بقت صعبة جدا، وبقت كلها معتمدة على الأهل. زمان واحنا صغيرين لما جينا اتربينا كنا بنكتسب يعني من المدرسة ومن المجتمع وكده. فصراحة التربية دلوقتي كانت يعني معظمها 70% بقت على الأهل. اللي بتعرفيه لولادك هما بيعرفوه، اللي مش بيعرفوه خلاص يعني مش بيعرفوه. فاهمين قصدي؟ الناس طبعا بقت بتخاف على أولادها، وبقى يعني والحياة بقت صعبة، فبقى الموضوع كله يعني متركز على الأهل. ده انا بتكلم على انا حياتي كده انا وولادي يعني، فاهمين قصدي؟ فبحاول على قد ما اقدر ان انا اوديهم رحلات عشان هم يشوفوا الاماكن دي ويعرفوها. لان طبعا الولاد لما بييجوا ياخدوا الحاجات دي في الكتب، بتيجي تقول له مثلا حديقة حديقة الازهر او كده، فبيبقى مش عارف او شافها في صورة. فاهمين قصدي؟ لكن لما تاخدي الطفل مثلا وتوديه الحديقة دي ويشوفها، فالمعلومة طبعا بتثبت في دماغه اكتر. المعلومة بتبقى ثابتة في دماغه اكتر، وان هو شاف الحاجة ديت. لما يجي بقى تقابله في موقف مثلا بتشرحي له قصة او في درس من الدروس عليه او كده، تيجي تقولوا اه فاكر الحديقة اللي انت رحتها، بيبقى ايه الطفل فاكر وكده. وسلام بقى لو في صورة تذكارية انت مصورها له في المكان، او اشتريتي له مثلا لعبة من المكان ده، تربطي المكان اللي هو راحه باللعبة ديت او بالصورة ديت. دي بتبقى افضل واحسن، وبتثبت عند الطفل المعلومة. انا بتكلم بالنسبة عن ولادي، ممكن تكونوا يعني في ناس عادي بتسيب ولادها عادي ان هم يتعلموا لوحدهم ويكتسبوا، بس الناس اللي بتبقى عايشة في المدينة بيبقى معظم المعلومات اللي بتيجي للأطفال بتبقى كلها عن طريق الأهل. شايفين الملاهي اللي بقول لكم عليها؟ هي منطقة ملاهي للأطفال وكده، ده كل ده في حديقة الأزهر، موجودة جوه الحديقة. ما شاء الله كانت فيها أطفال كتيرة جدا. بس يعني فنكمل بقى كلامنا وكده. فالواحد يحاول على قد ما بيقدر ان هو كل فترة ان هو يخرج الولاد يعني يوديهم رحلة او كده، ان هم يتعرفوا على البلد اكتر وكده، ويعرفوا الاماكن وكده. لان صراحة المعلومة بتثبت هنا افضل يعني واحسن وكده، ويبقى يوم كويس للاطفال وكده.
طبعا بقى خرجنا بقى من حديقة الازهر زي ما قلت لكم، ورحنا خان الخليلي كده، خدنا لفة. وبعد كده بقى ايه، رحنا بقى ايه الشيخ زايد، ومصوراه لكم هنا في الفلوج كده مقطع صغير. المكان اللي احنا رحناه في الشيخ زايد، انا بصراحة مش فاكرة اسمه ايه يعني وكده بالظبط، نسيت بصراحة الاسم. كان قبل رأس السنة بقى، وكانوا يعني بيجهزوا بقى لاحتفالات رأس السنة وكده يعني، في الشيخ زايد وكده، عاملين بقى الحاجات الجميلة بتاع بابا نويل والحاجات ديت. فان شاء الله يعجبكم الفلوج بتاعي كده، وشجعوني كده واعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وعشان ان شاء الله اعمل لكم فيديوهات جميلة قوي قوي. لو لقيت تشجيع منكم وتشجعوني كده ان انا يعني ابقى اصور لكم كل الاماكن اللي بروحها، تاخدوا فكرة. شايفين بقى من فوق هنا كده، شايفين بقى تشوفوا بقى الحسين والمصر القديمة من هنا. بجد جميلة جدا الحديقة ديت، يعني معمولة كده بطريقة يعني بصراحة مميزة قوي، وحاجة كده أثرية فعلا يعني. هنا بقى اما خلصنا بقى في حديقة الأزهر والحسين وخان الخليلي، رحنا زي ما قلنا لكم بقى ايه الشيخ زايد. المكان اللي رحناه ده عبارة عن كافيهات ومطاعم. مفيش حاجة اكتر من كده يعني، فاهمين قصدي. بس كان في بقى في اليوم ده ماتش وكده، الناس بقى قعدت بقى تقعد تتفرج على الماتش، او اللي عايز بقى يخش ياكل في مطاعم او كده. بس وكده بقى خلصت رحلتنا الجميلة ديت، ويا رب ان هي تعجبكم. ولو عجبتكم بقى اعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وان شاء الله اصور لكم فلوجات كتيرة قوي قوي حلوة من اماكن، كل الاماكن الحلوة اللي انا بروحها، وان شاء الله تعجبكم. وبحبكم جدا يا احلى ناس في الدنيا كلها. وشايفين بقى المكان ده، على فكرة بيقولوا انه بيبقى جميل جدا في رمضان في السحور، في رحلات بتطلع مخصوص ان نروحوا المكان ده عشان الناس تتسحر. متخيلين بقى لما تروحوا من محافظة، يعني روحوا مثلا من محافظة مثلا زي محافظتي كده مثلا دمنهور للشيخ زايد في القاهرة عشان تروحوا تتسحروا، يا سلام. قمة المتعة والله بجد. الناس اللي كنا معاهم في الرحلة بيقولوا ان هما بيعملوا رحلات حاجة زي كده يعني، ان هم بيروحوا يعني يعملوا رحلات يسحروا في المكان ده في الشيخ زايد في القاهرة. فزي ما قلت لكم كده بقى، كان الاحتفالات دي بقى بيجهزوا بقى الرأس السنة. انا عارفة طبعا الفيديو نازل متأخر وكده، بس عايزة تشجيعكم، ويا رب يعجبكم الفلوج بتاع النهاردة، وبحبكم جدا، ومع السلامة.